من بين الشركات الأولى اللي خرّجت هاد المنتجات ولا هاد الخدمات ديال الذكاء الاصطناعي الوكيل هو مانيوس. مانيوس هو واحد الذكاء الاصطناعي صيني كيخدم بالرصيد بطبيعة الحال، لأن الذكاء الاصطناعي هو أغلى من الذكاء الاصطناعي العادي أو النماذج اللغوية. علاش؟ لأنه كيمشي كينفّذ مهام، كيدخل لمواقع، كيحلّل البيانات، كيقدر مثلًا تقول ليه سير دير ليا واحد البحث على واحد المنتج، بغيتي تبيع واحد المنتج وبغيتي تدرس السوق، فكتعطيه التفاصيل، كتعطيه التعليمات، كيمشي كيدخل للمواقع اللي كيبيعوا هذا المنتج ولا منتج شبيه به، كيستخرج هذيك المعلومات بحال الوصف، بحال الثمن، بحال عدد المبيعات، بحال مثلًا يستخرج المراجعات ديال المستخدمين، وتقول ليه مثلًا أنه حلّل هذيك البيانات ويعطيك النتيجة على شكل مثلًا تطبيق ويب تفاعلي، فغيستخرج البيانات وغيصايب لك واحد التطبيق ويب تفاعلي. وهذا الشيء بطبيعة الحال كيحتاج طاقة، كيحتاج يعني واحد القدرة حاسوبية عالية. داك الشيء علاش هو يعني غالي بطبيعة الحال. مانيوس كيعطيك واحد الرصيد مجاني باش كتخدم به، باش كتبدا. إلا استهلكتي هذا الرصيد فيمكن ليك يعني أنك تشترك في الخدمة المدفوعة. باختصار